أمر سمو ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برفع رأس مال الصندوق من 300 مليون درهم إلى مليار درهم. وقام سموه خلال الحفل بتكريم 14 هيئة ومؤسسة وشركة لجهودها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. بعدها استعرض سموه في جولة للمعرض المصاحب للحفل عددا من المشاريع التي مولها الصندوق، حيث استمع سموه لشرح من أصحاب المشاريع عن أهداف المشاريع والنجاحات التي حققتها. حضر الحفل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في المنطقة الشرقية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان سمو ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.